أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم في أحد الصفات الحميدة التي لها دور في قبول الأعمال، وهي النية. انظر إلى كلام إمام الجواد روحي له الفداء، يقول: القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. يقول إمام الجواد: تقصد شيئا أحسن من أن تعمله، تشتغل بالجوارح، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى النية. ربما الإنسان عنده نية خاطئة، نية فاسدة، ولم يعمل، ولكن كان عنده نية، ذهب ولكن ما وفق لأن الباب كانت مغلقة مثلا. هل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يعاقبه؟ نعم، لأنه نوى وخرج وأراد أن يصل إلى تلك المعصية، ولكن الأبواب كانت مغلقة. وعكسه، لما الإنسان ينوي فعل خير، يريد يجعل هذا الفعل في ميزان أعماله، يخرج يرى الباب مغلقة، هو قصد الخير ولكن لم يصل إلى ما نواه. الله سبحانه وتعالى يعطي أجر، يعطي ثواب لحسن سيرته، لحسن سريرته، وحسن خلقه ونيته. الله يعطي أجر ثواب. هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، من كرم الله سبحانه وتعالى، أن ما أعمل شيء ولكن يعطيني شيء. لماذا؟ للنية دور كبير في قبول العمل. أنت الآن أوقف هنا، صلي بدون نية ماكو فايدة، صوم بدون نية ماكو فايدة. إذا كانت النية خالصة لله، الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدك، وإن عرض عليك مانع لم تقدر أن ترتكب أو تفعل ذاك الفعل الخير، ما في مشكلة، الله يعطيك أجر. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. هذا إنذار لطالب العلم. بالدنيا شنو كان غرضك؟ كنت تريد تعيش بس، تصول والجول بس؟ لا، كانت نيتك خدمة الدين، أردت أن تضحي بنفسك لخدمة الدين، هنيئا لك. الله سبحانه وتعالى يقبل منك هذه النية الخالصة. طبعا إذا كان فرصة العمل لابد أن تذهب إلى التبليغ، تذهب إلى كسب العلم، تخدم الناس، ولكن النية لها دور أساسي في قبول العمل. ليكن لك في كل شيء نية صالحة حتى في النوم والأكل. رسول الأعظم يقول دائما: انوي لله، تنام لله، تأكل لله، تصول تجول. ليش؟ يا الله أنا آكل أصير قوي حتى أخدم الدين، يا الله أنا أنام حتى أستراح، أقوم أكون قوي أخدم الدين. حسن النية من سلامة الطوية. ضميرك طاهر، ضميرك سالم. حسن النية تشير إلى أنت إنسان طاهر،
إنسان سالم بالنسبة إلى أفعال الله، تكاليف، نيتك صافية طاهرة. هذا كلام أمير الكون علي بن أبي طالب، روحي له الفداء. رب عمل أفسدته النية. ربما عمل جيد ولكن النية أفسدته. هذا أمير المؤمنين روحي له الفداء يقول: أنت أخذت بيد واحد شايب حتى تقضي حاجته، ولكن نويت الناس يشوفوك يمدحوك، يقولون انظروا إلى هذا الشاب، إنسان مؤمن شلون دعي يخدم هذا الشايب، مع أنه هذا الشخص ناوي الناس يمدحوا بس ليس الفعل لله. هذا العمل هباء منثورا ليس له قيمة. ولذا الإمام يقول: رب عمل أفسدته النية. النية مو لله، النية نية شرورة وهي الرياء. إذا هم العبد بالسيئة لم تكتب عليه. الإمام جعفر الصادق يقول: ولكن إذا هم بحسنة كتبت له. شخص ينوي حسنة بس الله يكتب له، أما نوى معصية ما يكتب معصية، ولكن الحسنة يكتبها، يخليها في ميزان أعماله. طبعا ممكن لسوء سريرته في بعض الأوقات، لشدة هذه النية ممكن الإنسان يستحق العقاب، هذا شيء آخر. من حسنت نيته زاد الله في رزقه. الله أكبر. الرزق بيد الله. التسامع واحد مؤمن متدين من الجوع ميت؟ لا، لأن الله هو الكافل للمؤمنين. أنا أتكلم عن الشيعة خصوصا طلاب العلم قط. وأنا ذكرت لكم بالجلسات الماضية بعض الأمور، الله يرحم أمواتكم. بالنهاية العلماء ملاذ المؤمنين. المؤمنين الله سبحانه وتعالى على كل يتوجه إليهم. ربما حاجة تنقضي بيد العلماء. من حسنت نيته زاد الله في رزقه. حسن نيتك، الله يفتح أبواب الرحمة إليك. إن الله سبحانه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة. ينظر إلى باطن الشخص. إذا يكون الشخص نيته صادقة وطاهرة، الله سبحانه وتعالى يجعل الجنة مأواه. إن شاء الله نستمر بالنصائح، والحمد لله رب العالمين.